مستحيل انكم تيقوا هذا الشيء اللي طاري في الهند حاليا. فتخيلوا معايا ان الهنود غاديين بالالهه ديالهم وناويين انهم يرميوهم في البحر. فغادي تسولوني وتقولوا لي كيفاش، واش الهنود دخلوا في الاسلام؟ بغيت نقول لكم ان واحد الطائفه في الهند اللي كانت كتعبد الاصنام والاوثان دخلات في الاسلام. وغادي تسولوني عاوتاني وتقولوا لي كيفاش اقتنعوا. غنقول لكم انهم سولوا راسهم وقالوا كيفاش حنا كنعبدوا واحد الالهه اللي ما كتقدر تحمينا وما كتقدر تحمي حتى راسها. فقال لي كيفاش حنا اللي كنصنعوها بيدينا وكنسجدوا ليها وكنعبدوها وحنا اللي مقادينها. فاقتنعوا ان دوك الاصنام والاوثان يعني ماشي الهه، انما هذاك صنع بشري وما ليه حتى شي قوه بحالو. ومنين شافوا هذا الشيء كامل اللي طاري في العالم وشافوا القوه ديال المسلمين قرروا انهم يتعرفوا على هذا الدين هذا ولقاوه هو دين الحق. فديك الطائفه كامله اللي كاينه في الهند قررت انها تسلم ودي هاد الاوثان والاصنام وتلوحهم كاملين في البحر وما تخلي منهم حتى شي حاجه.